محتاجة رأيكم أوي بجد، خايفة أوي. أنا مخطوبة بقالي سنة وفاضل سنة على الجواز، وكنت ونحب بعض سنة. وقت الاتفاق اكتشفت ان حماتي هتعيش معايا في شقتي، يكون ليها اوضة معايا، وهي مخلفتش غير خطيبي ده. بس ما قاليش طول السنة الموضوع دوت. اكتشفته يوم قراية الفاتحة والاتفاق، وحصلت مشكلة يومها كبيرة جدا، وكان الموضوع هيبوظ لولا قعدونا انا وهو مع بعض نتكلم شوية مع بعض. كان الموضوع هيبوظ. بعد ما اتكلمنا مع بعض وافقت علشان بحبه. انا عارفة ان كده كتير هيقول صواب، وكمان هيقول كما تدين تدان. بس الفكرة ان انا تعبانة ب5 غضاريف في ظهري، ومقصرة على رجلي من حمل ال5 غضاريف دول. يعني مش حمل ان انا اخدم حد معايا، لان ده مأثر على رجلي، ومش هقدر اخدم حد. كفاية عليا جوزي، ولو هيكون في بيبي ربنا يقف معايا. غير كمان اني كنت بتمنى اخد راحتي مع جوزي، واكيد طبعا فاهميني. جوزي بقى طبعا كل ده مش هيبقى في كتير هيقولي اوضة النوم براحتك فيها، وانا كنت حابة ابقى براحتي في شقتي، البس اقعد براحتي وهزر براحتي. طبعا مش هيبقى في كل ده. وفي نفس الوقت في البيت دايما هيقولولي انتي مش هتعرفي تعيشي وحماتك عايشة معاكي. ضغط نفسي فظيع واصلة ليه، ومش عارفة افكر واوصل لحل في الموضوع ده. وصليت طبعا صلاة استخارة بعد الخطوبة، وحلمت حلم وحكيته لمفسرة احلام كبيرة جدا ومشهورة. فقالت لي الحلم ده عن حماتك. قلت لها ايوه. فقالت لي مش هتحبي وجودها في الاول، بس بعد كده هتبقى الامور طبيعية وعادي، وهي طيبة وغلبانة جدا، وهتكون كويسة معاكي، وهي فعلا طيبة. بس انا مش عارفة اعمل ايه. وقبل كده كنت بقول رأيي لخطيبي ان اوضة النوم محدش يدخلها غيري انا وانت، ولا حد ليه علاقة بيها. واقترحت على خطيبي وخدت رأيه ان احنا نأجر لمامته شقة في نفس العمارة، او في نفس الدور اللي احنا فيه، وتفضل قاعدة معانا طول الوقت، وبالليل تروح تنام في شقتها. وطبعا زعل وعمل مشكلة كبيرة، ومرضاش يقبل بالموضوع دوت، وكنا هنفركش الخطوبة بسبب الرأي ده. طبعا انا تعبانة نفسيا جدا من الموضوع ده، ومش عارفة اعمل ايه، ولا عارفة اخد قرار في الموضوع ده. فياريت تنصحوني اعمل ايه واتعامل معاه ازاي في الموضوع ده، لان الموضوع ده مأثر عليا نفسيا، وخصوصا ان انا بحب خطيبي ومش عاوزة اخسره. فياريت تقولولي اعمل ايه، وياريت محدش يفهمني غلط، بس ياريت تقولولي رأيي صح، لان انا بجد مش عارفة اعمل ايه، وتعبانة في الموضوع ده. فيا جماعة اللي عنده رأي كويس ياريت يقدر يكتب لنا في التعليقات على الرأي دوت. واحنا بننصحك ان انتي تتعاملي معاها كويس وعلى طبيعتك، ويمكن هي زي ما مفسرة الاحلام قالتلك ان هي كويسة وطيبة وغلبانة، وهي لو طيبة فعلا وغلبانة ده هيكون كويس طبعا ليكي، لان بعد كده لما ربنا يكرمك كمان ببيبي ولا حاجة هتاخد بالها معاكي منه، وهتكون يعني مش هتكون عبء عليكي، بالعكس ده هي هتريحك في حاجات كتير. بس ده على حسب هي طريقة التعامل بتاعتك انت، هي هتكون ازاي. يعني لو هي زي ما مفسرة الاحلام قالتلك، فده هتكون
كويس ليكي، وهتكون برضو قاعدة معاكي في الشقة بدل ما انتي قاعدة لوحدك طول النهار وجوزك في الشغل. وطبعا هنسمع رأي الناس واتمنى تساعدوها في الرأي. يا جماعة دي كانت مشكلة واحدة عرضها علينا عشان تعرف رأي، اكبر رأي تستفيد منه وتشوف ان هي تتعامل مع حماتها ازاي، او ان هي تتعامل ازاي وتقبل الموضوع ازاي. فياريت تنصحوها برأي يكون خير صواب.